شو عم تعملي؟ شوفت عينك، عم غير كلفة هالطقم مشان البسه على الخطبة. بلاقيكي مهموكة كثير بهالخطبة، لو خطبة بنتك ما كان هيك. يعني شو بنتي وشو ابن اختي؟ الخالة ولادة ومازن بسعر رامي. وانت عرفت شو بدك تلبس على الخطبة؟ شو بدي البس يعني؟ هالطقم اللي عندي. الطقم اللي عندك قلعت عيون الناس فيه. شو بدك يعني؟ انت رأسا وسناولي طقم بهديك الحسبة لحتى احضر خطبة كلها فشخرة بفشخرة. لانه كلها فشخرة بفشخرة لازم تتأنق منيح لحتى تكون بمستواها. والله انا من جهتي ما عندي استعداد اتنازل عن مبادئي وشارك بهذا النفاق الاجتماعي وهالمظاهر الكذابية كلها، لكن الورد كله جاي من سويسرا. ايش شو رح تدفع حق الورد من جيبتك؟ انا عم احكي عن المبدأ. ناس بيجيبوا الورد من سويسرا هدول مو بشر ولا بيحسوا بآلام البشر. هو علينا هلا كل ما بنحاكيك بموضوع بتفتح لنا هالسيار. يا انا لولا العيب والحياة ولولا انه تتفسر قلة روحتي على غير محمل كنت ضليت قاعد هون بأرضي وكنت بغنى عن اني مد ايدي لصافح هيك نماذج. لكن قلتي لي والد العروس كان سفير سابق. نجيب دخيلك ببوس ايدك يلي بدك اياه البسه بس اقفل الموضوع. انا غير هالطقم اللي عندي ما راح البس، فهميه بقى؟ اي